ظهر من الازاز وفريم بلاستيك دايموند جلاس شيلد بيستحمل الرزعات والهبدات زي اللي انت شايفها دلوقتي كده. موبايل بيتدغدغ عادي بس مش قوي، متكش عليه عشان ما يتكسرش منك، لكن هو بيستحمل الصدمات، فده حاجه لطيفه جدا. بيصور اندر ووتر، شاشه امولود فول اتش دي بلس، 4500 نتس، بيديك سطوع الوان في الشمس رهيبه، والبطاريه 6000 ملي امبير. معالج سناب دراجون 7 جين 3 بيديك جوده العاب واداء العاب ممتاز ما فيهوش لاج. والكاميرات محتاجه حكاوي كتير. ده الجهاز الفيفو الفي 50. انا ما كنتش ناوي اراجع الفيفو في 50، وزي ما الناس شافت في الاوبو رينو وفي ناس هاجمتني في الفيديو ايه لا ده الكاميرا حلوه الموبايل حلو. انا يا جماعه ما براجع موبايلات زي دي، انا الفندرز او الشركات بتاعت الموبايلات دي ما بتدعمنيش بالمنتجات ديت، فانا بقدر اطلع مش محكوم بكلام معين لازم يتقال، بقول رايي بصراحه كمستخدم وكواحد بيراجع منتجات، فبقدر اقول لك رايي بصراحه، اقول لك والله الجهاز ده حلو لا مش حلو. فانا بقى علشان خاطر الناس كلها بتقارن اجيب الفيفو ولا اجيب الرينو، اجيب الفيفو ولا اجيب الرينو، فانا هشرح لك واقول لك انا في الاخر الفيديو انا اخترت ايه على المستوى الشخصي، وانت بقى كيوزر تقدر تقول لي انا هحط لك المزايا، يعني خلي هنا اوبو وهنا فيفو، تمام كده، هحط لك المزايا بتاعت كل واحد فيهم والعيوب. يعني مثلا هنتكلم في البطاريه، هنا مثلا الفيفو البطاريه بتاعته 6000 ملي امبير، الاوبو 5600 ملي امبير، في 400 ملي امبير فرق. انا هحطهم لك وانت في الاخر جمع نقط المزايا ونقط العيوب وقارن ونقط المزايا والعيوب في الاثنين وانت اختار في الاخر. طيب خلينا اول حاجه نشوف الشكل والتصميم ومحتويات العلبه، لان محتويات العلبه بصراحه عجباني قوي. انا بحترم الشركه اللي بتحترم العميل، يعني اديني موبايل احترمني، حسسني بقى ان انا ايه مش لازم اشتري شاحن من بره واشتري الكلام ده. اول حاجه ادي الموبايل، شكل الموبايل اول حاجه خلينا نتكلم فيه. الظهر بتاعه جاي من الازاز، مقاوم للصدمات بفريم بلاستيك، لكن الاوبو كان فريم بتاعه معدني. الموبايل كله جاي ايدج، الفريم كله ايدج من الجنبين ومن تحت ومن فوق، فده مخلي الجهاز بريميوم شويه، يعني هو ده مش جهاز فئه متوسطه، ده كده جهاز بريميوم كده، جهاز فلاج شيب. طيب شكل البطاريه وتصميم الموبايل شكله رايق قوي، الشكل ده جديد مش منحوت من حد، مش مقلدين حد، مش عاملين ايفون الغلابه، مش عاملين اي حاجه، لكن هم عاملين شكل كده صايع شويه. والفلاش بقى فيها شغل يا جماعه وحركات، انا لازم اوريكم الاول قبل ما نبدا، لازم اوريك الفلاش فيه ايه. عشان ايه؟ انا اقول لك بس دي حاجه من الحاجات اللي لفتت انتباهي يعني. ادي الفيديوز مثلا هنصور اهو، بص الفلاش، اول حاجه تقدر تتحكم في قوه الفلاش، ده الى جانب ان ممكن تتحكم في لون الفلاش زي ما انت شايف كده، بص عشان الاضاءه برده ما تبقاش ضاربه قوي. تمام. طيب ده كده شكل الموبايل، الشكل بتاعه لطيف جدا. كان الاوبو برضو انا شايف ان الاوبو شكله حلو مش وحش، بس نحته الابل ما يقلوش برضو، ما يقلش من الجهاز في حاجه، لكن مخلي شكل الجهاز برضو حلو. طيب محتويات العلبه الجميله اللطيفه، افتح العلبه كده هتلاقي كفر من السيليكون، هنا طبعا غامق، لكن الاجهزه اللي لونها فاتح مش الجراي بينزل معاها جراف شفاف. الضمان والكتالوج ملناش دعوه بيهم. دبوس عشان تفتح الموبايل، بيجي معاه بلاج 90 واط، البلاج 90 واط دي حضرتك بتشحن التليفون في اقل من ساعه، مخرج يو اس بي سي مش تايب سي تايب سي. طيب بتشحنه اقل من ساعه، لكن البلاج اللي كانت بتيجي مع اوبو كانت 80 واط سوبر فوج ماشي. وكابل الشحن. ده كده محتويات العلبه اللطيفه. اول حاجه الجهاز بيجي ببطاريه 6000 ملي امبير على النقيض من اوبو اللي كان بيجي 5600 ملي امبير، في فرق في البطاريه تقريبا حوالي 400 ملي امبير. اذهب الى صالح الفيفو في 50. الاثنين بيجوا بنفس معيار مقاومه الميه اي بي 68 69، يعني الاثنين زي ما انت شفت كده في فيديو الاوبو ان هو بيستحمل الميه وبيصور تحت الميه، الاثنين نفس الخاصيه. لو فتحت الكاميرا هنا برده بيصور اندر ووتر، وبتختار انك تقفل كل حاجه ويشتغل كاميرا بس، ده موجود في الفيفو وموجود في الاوبو. طيب انا بس وانا بشرح لك المقارنات انا مش جايب الجهاز اقارنه، انا جايب الجهاز بشرحه لك، بس في نفس الوقت بقول لك مين شبهه في السوق دلوقتي، عشان لو عايز تختار، عشان الناس بس اللي تابع الفيديو او اللي بيتفرج على الفيديو يبقى فاهم احنا بنعمل ايه. انا بشرح الجهاز وفي نفس الوقت بقول لك قارينه او مثيله في السوق بيمثل ايه بالنسبه لي. بيجي بشاشه 6.77 انش امولود فول اتش دي بلس، وطبعا 120 هرتز، على النقيض من اوبو اللي بتيجي 6.59 اقل في الحواف، ولكن برضه بشاشه امولود جوريلا جلاس 7 اي عشان بس متفقين، ففرق الشاشه طبعا يذهب الى صالح اوبو. يجي بسطوع شاشه 4500 نتس، تجربه الوان ممتازه. انا هوريك حتى انا بجرب الجيم عشان اوريك الفريمات وسرعه البروسيسور بتاعه اللي لسه هنتكلم عنه دلوقتي. بيجي بمعالج سناب دراجون 7 جين 3، بيديك جوده العاب وفريمات ما بتقطعش، تقدر تلعب لعبه زي بابجي فريمات ممتازه. وطبعا لا يقل بل ممكن في بعض الاحيان سناب دراجون، انا بحب السناب دراجون من زمان، لكن الدايمنستي 8350 بتاع اوبو برده ما يقلش عنه، ان هو برده كان بيديني جوده الوان وسطوع الوان وبيديني سرعه في الاداء، بص كان بيديني شويه مزايا بصراحه كانت ممتازه. طبعا في الالعاب بيديك فريمات لحد 60 فريم في الثانيه. طبعا انت عمال تقول دلوقتي طب ايه المزايا، هل بس البطاريه كذا والفريمات؟
انا هجيلك اصبر عشان تفهم كل حاجه، عشان انت هتدفع فلوس كتير، انا خايف عليك. بالنسبه للكاميرا والصور بيجي اي ريزر، فهو بيمسح وبيعدل. طبعا التعديلات دي موجوده في اوبو، انا مش شايف ان هي ولا ميزه في اوبو ولا في فيفو. هتقول لي ليه؟ هقول لك دلوقتي الابلكيشنز بتعملها، الاي اي موجود في كل حته، فدي مش ميزه، يعني انت مش بتبهرني ان انت بتعمل ده، فده بالنسبه لي حاجه عاديه موجوده في الاثنين. طيب نيجي بقى للجزء المهم اللي انا من خلاله اخترت تليفون منهم. تمام. جزء الكاميرات. بص انا اول حاجه طبعا صورت لك الكاميرات في الاثنين. طبعا اوريك الاول الجزء الخاص باوبو والكاميرات بتاعت اوبو في الزوم وفي الصور العاديه، الفلاش والكاميرا الاماميه، كل ده اللي معروض قدامك ده الخاص بجهاز اوبو. اما بقى لو جينا الوحش الصغير الفيفو، دي صوره في مكان ظل او مكان مقفول، وضوح الوان واضاءه ممتاز، لا يقل عن الاوبو في الصور الخارجيه، بل انا شايف ان في الصور الخارجيه هو احلى. بص الالوان عامله ازاي، بص سطوع الالوان عامل ازاي، كل حاجه واضحه. عملت زوم لاخر الصوره ناحيه الشمال كده، بص الملامح واضحه، يعني الملامح واضحه. تمام. دي صوره طبعا بالوايلد ال 50 برضو 50 ميجا بكسل، برضو واضحه، ولو عملت زوم بيديني نفس الجوده، مفيش مشكله، الجوده بتقل حاجه بسيطه. بعد كده بالكاميرا العاديه برضو واضحه، الزوم ما بيبكسلش، ما بيبوظش اي حاجه. بص ظهر اهو كلمه كانون اهو. تمام. كل ده بالنسبه لي هايل. انا من وجهه نظري، انت احكم انت برضو، يعني اكتب لي في الكومنت رايك، انا شايف ده حلو واحسن من الاوبو. انا اسف في اللي هقوله، يعني احسن من الاوبو، لان الاوبو لما عملت زوم بالكاميرا، الكاميرا طبعا زوم بتاعها ما كانش احسن حاجه، ما عجبنيش. لكن هنا بيديك تشبع الوان وزوم كده رايق. هتقول لي انت لو هتشتري جهاز تشتري انهي؟ بص والله يعني طالما البروسيسور، انا بالنسبه لي كمستخدم يعني، لو انا هستخدم اندرويد الفئه دي، طالما البروسيسور ما فيهوش اختلاف، انا الاختلاف اللي يفرق معايا الكاميرا. انت شخص مهتم بالكاميرا، هات الفيفو، قولا واحدا فصل، هات الفيفو. طيب الكاميرا مش حلوه، او انا ما بيفرقش معايا الكاميرا، شغلي كله هد وكسر وطحن، الاثنين زي بعض، مش هيفرق. انت بتحب اوبو روح لاوبو، بتحب الفيفو روح لفيفو. لكن هروح لجهاز انا عايز كاميرا ممتازه، فانا شايف ان الكاميرا بتاعت الفيفو تكسب وتكتسح. فده رايي بصراحه، بدون اي تحيز، وانا مش مستفيد حاجه زي ما قلت من الشركتين، انا مفيش حاجه منهم حد بيديني اي حاجه او بيديني منتجات اقدر اراجعها، فانا بقول رايي بكل حريه وبكل اريحيه قدام الله. فانا قلت لكم رايي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان نذبح البراندات في 2025. احنا جايين نذبح البراندات. تمام. اي حد مش هيعجبنا او يقول، اي حد هينزل منتج بفلوس كتير مش هناخد قدام الفلوس الكتير دي مزايا، مش هنجيبه. فانا عشان كده هقعد افصص لك ومصمص لك كل الاجهزه. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف بقى ايه الفيديوهات اللي جايه. باي باي.